مصر دولة الشعب فيها ومصدر السلطات. الأزهر فيها هيئة مستقلة له احترامه وله تقديره، وهيئة كبار العلماء لا احترامها ولا تقديرها، لكن سلطة التشريع وإبرام الاتفاقيات في هذه الدولة المصرية هي سلطة هذا البرلمان وسلطة مجلس النواب ومجلس الشورى بعد ما ينعقدوا، ولا توجد سلطة أخرى تنازعها هذه السلطة. المجلس هو صاحب القرار وليس أي جهة أخرى. مصر لن تكون إلا دولة الشعب فيها هو مصدر السلطة، ومجلس النواب ومجلس الشورى هما السلطة التشريعية. الأزهر له احترامه، له تقديره، له مكانته، نرجع إليه وقت اللزوم ووقت الحاجة كمحكمة دستورية أو كأغلبية ترى إن عايزين نرجع له، غير كده مش صح. بس من حق المجلس أن يذهب أي مذهب حيثما ذهب ما دام المشرع مطمئن لسلامة قصده ومطمئن لسلامة فهمه وواعي لمجمل إدراكه، وهو يستطيع أن يقطع بالنص الشرعي. وعند الخلاف المحكمة الدستورية هي المختصة بإعدام النص متى كان مخالفا، ولها أن تستطلع رأي الجهة الشرعية متى رأت لذلك مقتضى. أما لو أنا مشرع مطمئن لسلامة موقفي أنا غير ملزم باستطلاع الرأي، علما بقى آخر جزئية، علما بأن النص المادة 4 من الدستور غير ملزم لأحد ولا للمحكمة الدستورية، ويؤخذ برأي هيئة كبار رجال العلماء، بهيئة كبار العلماء. أخذ الرأي ليس معناه إلزام وإنما استطلاع رأي، لكن لو قال ويجب موافقته يبقى نروح الدولة الدينية اللي بيتكلم عليها الزميل. لكن ما دام استطلاع رأي يبقى المسألة مسألة استيضاح واستبيان لاطمئنان القلب وسلامة التفكير. شكرا سيد الرئيس. شكرا وتعالى. في الحقيقة في الإسلام التشريع من خصائص الألوهية، يعني بما أن الله هو الإله، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، فبالتالي ينبغي أن ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد جعل الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد وكلمة النجاة شقين، شق الإثبات وشق النفي. الإسلام يبدأ بثورة، تمرد، لا، يعني بداية كلمة النجاة هي عبارة عن ثورة وتمرد ورفض لكل ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب فهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب فعل الكهرباء. هذه هي محطة الطاقة في قلب المؤمن أو في جسد المؤمن، هي لا إله إلا الله، تمد بهذه الطاقة وبهذا الوقود. يقول تعالى: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يؤمن بالله هذا شق إلا الله، ويكفر بالطاغوت لا إله، يعني لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره إبراهيم عليه السلام أيضا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني، فهذه معنى لا إله إلا الله، ولذلك عبر عنها بقوله مباشرة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا يوجد دين يجعل الشرك في العبادة تماما مثل الشرك في الحكم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا شرك وهذا شرك. ويقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الأمة المحمدية أمة مصطفى وأمة مجتبى وأمة مختارة، ومن مظاهر هذا الاختيار هذه الشريعة الإسلامية. وحينما نقول الشريعة الإسلامية نعبر بذلك عن كل الإسلام في كلمة الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة الإسلامية هي نظام حياتنا، هي نظامنا العقدي ونظامنا في العبادات ونظامنا في التعاملات ونظامنا في العقوبات. الإسلام شمل كل مظاهر الحياة ولا تزيده الأيام إلا تثبيتا وإثباتا. لا أقول بأنه صالح لكل زمان ومكان، ولكن أقول بأنه لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بشرع الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة المختارة المصطفى المجتبى: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء. فذكر أشياء ختمها بقوله: وجعلت أمتي خير الأمم. وجعلت أمتي خير الأمم. ويقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال عز وجل في ثوابهم: جنات عدن يدخلونها. وقد ذكر العلماء أن هذه الآية تعد أرجى آية في كتاب الله تعالى لعصاة الموحدين من المسلمين. وركزوا في هذه الواو في قوله يدخلونها، واو الجماعة هنا، قالوا في هذه الواو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ لأن الواو تعود على الطوائف الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكل من سيذكر هو داخل في الأمة المصطفى. ثم فصلها فقال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء جميعا داخلون تحت الأمة المصطفى. ولذلك كما ذكرنا عدت هذه الآية حتى الظالم لنفسه بالمعاصي فإنه داخل في هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. وهذا رواه المروزي في كتاب السنة.